السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه اغلى اخوات في الدنيا حبايب قلبي؟ اعمل معاكم فيديو بسيط كده. طبق المحشي اللي في 5 دقايق. انا عملت محشي من يومين، اتبقى عندي رز اهو، شلته في علبة وقلت اجيب كيلو بتنجان. جبت كيلو بتنجان ده ب7 جنيه، قورته اهو، بيتباع متقور جاهز ب10. فانا قلت على ايه، هو كيلو مش محتاج يعني ان ادفع عليه 3 جنيه. جبت كيلو بتنجان وخدت قرنين فلفل كده بجنيه، دول بجنيه وجبت ربع كيلو كوسه على يا دوبك على قد دول، وهعملهم حتى في طاسه مش في حله، لان الحلل اللي عندي يعني اللي يكفيهم فيها اكل تاني، لان زي ما قلت لكم انا عندي بواقي محشي، بس ده كده حاجه على السريع. بص يا حبيبتي، انا عامله الفيديو ده عشان اقول لك الرز اللي يتبقى منك من المحشي ما تقوليش مثلا مش هينفع ولا كده. انا والله شلته في الفريزر يومين وطلعته اهو ساح اهو زي الفل، ما فيهوش اي حاجه. بصوا الخلطه حمراء وجميله ازاي اهو، ومش متكسر ولا اي حاجه اهي، الرزايه برزايتها. هحشيهم وقلت اصورهم معاكم فيديو كده حبايب قلبي، هو فيديو بسيط. هحشيهم اهو، هم دول يا دوبك على قد، انا عارفه يعني بالعين كده على قد كيلو البتنجان وقرنين الفلفل دول. انا عندي محشي زي ما قلت لكم، بس جبت قرنين الفلفل دول كده عشان احطهم معاه يديهم ريحه، وربع كيلو الكوسه. هحشيهم وهرجع لكم، خليكم معايا اغلى خوات. ما تنسوش تحطوا لايك وتحطوا لي تعليق حلو وتشاهدوا الفيديو للاخر كدعم منكم، ربنا يخليكم ليا. خليكم معايا. محشي ال5 دقايق ولا اسرع من كده. حشيتهم اهو، والله ما كملت 5 دقايق اهم يا حبايبي، يا دوبك خدوا شويه الرز. بصوا التسبيكه جميله ومش عاملاها يعني دلوقتي، بقى لها يومين. بصوا الشكل اهو. حشيتهم طبعا. البتنجان مش بنملاه قوي لان الرز بيزيد، بتبقى 3/4 البتنجانيه. اتبقى عندي شويه رز مش محتاجين ان اشيلهم في الفريزر، بحطهم في كيس كده على المحشي كده مع الشوربه هيستوي. هوريهولكم برضه، اروح دلوقتي احط له شوربه واعلق عليه. خليكم معايا يا حبايبي. حطيت الشوربه اهي بس عشان ساقعه طبعا، حطيتها اهو، ولما يغلي هعرف، لان هي عشان ساقعه متجمده شويه. هغطي عليه بقى بغطا حله لحد ما يستوي. اول مره اعمله في طاسه دايما بعمله في حله، بس مش مستحمل يعني الحله اللي هي انا ما عنديش الا طقم واحد، فالحله اللي كانت هتكفيهم مش فاضيه. بس اهو الجيش بيقول لك اتصرف. خليكم معايا لحد ما يستوي. ما تنسوش يا حبايبي الاشتراك في القناه، فضل ونعمه من عند الله. اهو غدانا يعتبر، احسن ما كنا هنشيل الرز في الفريزر ويبوش، لان الرز لما بيقعد كتير في الفريزر بيتكسر وبيبوش. خليكم معايا يا حبايب قلبي. خلاص استوى اهو. كنت مغطيه عليه سايباه براحته. في شويه شوربه تحت اهو، اسيبهم عشان هحط لجوزي. احنا كنا بقى اللي كان متبقي، واللي هيتبقى هسيب الشوربه البسيطه اللي فيه دي اسخنه بيه بكره. وادي الرز اهو اللي قلت لكم عليه استوى وجميل. بس احنا خلاص بقى اتغدينا احنا والعيال، قلت اوريكم بقى محشي الطاسه. معلش فيديو بسيط كده علشان بس القناه. يلا حبايبي، اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.